هذه القصيدة مثل صوت صفير البلبل. فقال في هذه القصيدة: صوت قريح القاتل طلع ضغط العاقل، القات والمضغة مع بعض دخان الغثمن، وأنت يا مخزني مخضر مطحل، فكم وكم بعوضة مع الصبان القمل قطفتها من رأسك المشعفر المبهذل. فقال لي: لا 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 ومع الكلام تفلي. عرفوا أصحاب القاتل لما يكلمك يتفل. فقال لي: لا 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 ومع الكلام تفلي، هذا زمان الموضة ومع الحضارة نعتلي. فقلت: أي موضة تقول عنها يا ولي، وثوبك مخضر كأنه زولللي، وضغطك سيقرح كقرحة البندقل، كحكحي كحكح 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 لي. فقال لي مغاضبا وصوته يجدلي: بالقات ننسى همنا والمشكلة تحللي، نرى الزمان مره كأنه عاسللي. فقلت: يا مخزنا أما ترى يا خابلي، القات هدم شعبنا وضرره تجللي، الفقر من عدله والسعر دوما في علي، ونصرف الوظائف من أجل حق القاتل، يسرق أهل بيته من ذهب وماللي، والكبش بعبعلي، ولو تراه خائفا من فعل ذاك الرجل، يريد أن يبيعه ولو بحق القاتل. فهذه قلائل من كثرة يا عاقلي. فقال لي: نعم نعم هذا بحق حاصل، أستغفر الله على ما كان لي من زللي، ثم طلبت عفوه لأنني سأرحلي، ولو تراني راكبا سيارة فترتري، فتارة أركبها وتارة أسحبلي، وصوتها ترطيطة ترطيطة ترطرلي، والناس حولي أمما وكلهم يقول لي: نريدها زريبة نعطيك عنها سيكلي. وليت منهم هاربا نحو طريق الجبل، إلى لقاء رجل مخزن مغفل، يأمرني بقرحة يظنني سبهذلي. فقلت: لا 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 ولو بحجم الخردل. فقال لي مكلفا: ولو بكيس الحنظل، أنا الأديب الركني وساكنا في منزلي، قصيدة نظمتها كأنها عصيدلي، أقول في مطلعها صوت قريح القاتل. وهذه نظمها رجل من أبناء بيت الركن من قبيلة باعباد. فقال: أنا الأديب الركني، مثل ما قال الأصمعي: أنا الأديب الأصمعي من حي أرض المصري. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. ما شاء الله. طيب.